عندك أسئلة كتير جدا بلا إجابات. نعم. أنا عايز أقول لك إن موضوع إثيوبيا أخطر كتير. موضوع إثيوبيا موضوع معقد، وعاوزك تعرفي إنه أو نفسي أوي الناس تشوف وتطل على الوثائق الموجودة الخاصة بمياه النيل. افتكري إنه موضوع مياه النيل ابتدى، موضوع قطع مياه النيل عن مصر بالتحديد ابتدى من حوالي 800 سنة. هذا ليس جديدا. الحروب الصليبية انتهت في القرن ال13. في القرن ال15 لما بدأت الاكتشافات الجغرافية، هدف الاكتشافات الجغرافية بالدرجة الأولى كان إيه؟ كان طرق التجارة العالمية. فاسكو دا جاما لما كلف من ملك البرتغال انه يلف حوالين افريقيا يكتشف طريق اخر الى الهند لكي يتجنبوا طريق مصر اللي فيه المماليك بيسيطروا، ولكي يجنبوا شبه الجزيره العربيه اللي كانت بتفوت فيها القوافل لانها بقت كلها فوضى وغارات رايحين الهند. لكن تلاحظي في حاجه مهمه جدا، وثيقه انا قريتها ما سمحليش ان ناخد صوره منها. وثيقه اللي قريتها هي التعليمات في فاسكو دا جاما لما جه رحلته تبتدي عشان اكتشاف مياه النيل. خد تعليمات من طرفين. خد تعليمات من ملك البرتغال مانويل بانه يكتشف الطريق الرئيسي الصالح، يعني يكتشف طريق حول افريقيا يروح الهند. لكن خد تعليمات من البابا الكسندر السادس في ذلك الوقت. بتقول له ايه؟ بتقول له هو راح شاف البابا ياخد بركاته، والبابا اداله ديكري، اداله موجود في الاسكوريال، موجود في متحف الاسكوريال اللي عاوز يروح يشوفه. ايه بيقول له ايه؟ بيقول له شوف انت هتروح وهتلف حول افريقيا، في عندنا معلومات من الرهبان اللي متسللين من القاره الافريقيه ان هناك في شرق افريقيا ملك مسيحي ومملكه مسيحيه، فاذا ذهبت الى هناك اذا لفت حاول تجد طريقا الى هذا الملك المسيحي، وحاول بقدر ما يمكن انك ميه النيل بتيجي لمصر من السودان من اثيوبيا، وهذا هو المصدر الاساسي الذي تعيش عليه مصر اللي هي انتصرت في الحروب الصليبيه بصلاح الدين، وذاك سميت حمله فاسكو دا جاما الحمله الصليبيه الاخيره. قالوا بيكمل له التعليمات، بيقول له ايه؟ بيقول له هتروح تلاقي احنا الملك المسيحي ده مش عارفين عنه حاجه، لكن نعرف ان اسمه يوحنا بشكل ما. فبعت له بعثه واشوفوا ازاي ممكن انه يحولوا الميه النيل اللي عندهم اللي بتروح للمصريين، بدل ما احنا رايحين نحارب مصر عن طريق الشام زي ما عملنا في حملات صليبيه، وزي ما رحنا بحمله لويس التاسع على المنصوره مباشره الى مصر وفشلنا في كل الاحوال، قد نستطيع ان نقضي على مصر نهائيا لان هي العقبه الرئيسيه في الشرق الاوسط في المنطقه يعني، ونقطع ميه النيل. فاسكو دا جاما اللي احنا ما بنشوفوش، فاسكو دا جاما راح الهند وهو في طريقه دمر كل القرى او المواني المسلمه اللي لقاها على شاطئ شرق افريقيا في مومباسا وغيرها. لكن بعد بعثه الحبشه، وهذه البعثه الحبشه راحت وقابلت هذا الملك المسيحي، وهذا الملك المسيحي بصوا على الميه كتير قوي، وهذا الملك المسيحي قال لهم انه مش لاقي وسيله. نفسي جدا ان حد يروح يقرا هذه الوثائق، لانك هتلاقي بعد كده تاني لما راحوا الايطاليين واحتلوا اثيوبيا وجات الحرب العالميه الاولى، مارشال جراتسياني فكر عشان يهزم انجلترا في مصر. وهو ده خلي بالك ان ده مساله مهمه جدا، ان انجلترا عملت ليه اتفاق مياه النيل بالنيابه عن مصر في ذلك الوقت. مياه النيل الاصليه اتفاق ما عندناش احنا 29 هي ده كانت انجلترا عملتها مع ايطاليا. لكن مارشال جراتسياني في الحرب وبأوامر من موسوليني ناقشها ملك ايطاليا في ذلك الوقت فيكتور عمانويل، قال لهم انتوا عايزين تعملوا ايه؟ قالوا عن ميه النيل لو قطعنا لو وجدنا، لان مارشال جراتسياني جاب مجموعه اركان حرب تدرس كيفيه تجويع مصر واخراج الانجليز منها عن طريق ميه النيل. فالغريبه جدا انه كلفت بعثه هندسيه تدرس اذا كان ممكن نسف اجزاء من بحيره تالا لكي تذهب المياه للمحيط وما تجيش لمصر. عايز اقول لك انه هذه هي الاسباب الكامنه في التاريخ.